طول الوقت احنا عندنا اختيار ما بين الخير والشر، اختيار ما بين المتعة المؤجلة والمتعة اللي انا ممكن استمتع بيها وتبقى تحت رجلي دلوقتي. بقدر ما انا قادر اصبر واستنى على اني احصل على المتعة اللي موجودة دلوقتي، بقدر ما انا هبقى طول الوقت بختار ما هو خير لي. يعني مثلا لو انا عندي حاجة من اتنين، مثلا يا اما هقعد على الانستجرام مثلا او على السوشيال ميديا، او ان انا هقعد اذاكر او هشتغل واخلص اللي عندي. فلو انا ببص مثلا على السوشيال ميديا فدي حاجة ليها متعتها وليها هبقى مبسوط بيها، ده انا هاخده دلوقتي. الشغل او مذاكرتي هاخد نتيجته بعد فترة من الزمن. لو انا استنيت شوية وصبرت واتكيت على نفسي علشان اذاكر او اشتغل وعناية على المتعة وانبساطي بتحقيق نفسي وذاتي في المستقبل، ده مع الوقت هيبقى تراكميا هحس افضل وهتبقى صورتي عن نفسي افضل. حقيقي هي طول الوقت دي تقريبا فلسفة الحياة، يعني يا اما اخد اللي موجود دلوقتي يا اما استنى.